طرابلس عاصمة الجماهيرية الليبية، تقع في الشمال الغربي لليبيا. بلغ عدد سكانها أكثر من 1,000,000 نسمة. المدينة مقامة على رأس صخري مطلة على البحر الأبيض المتوسط، مقابل الرأس الجنوبي لجزيرة صقلية. أسسها الفينيقيون في القرن السادس قبل الميلاد، وهي حاضرة متوسطية بمعنى الكلمة. يتجاور البحر الأزرق فيها مع كروم الفاكهة وحدائق النخيل والزيتون والبرتقال، وتتجلى فيها معالم الحداثة والمدينة المعاصرة في آن معا، إلى جانب شواهد التاريخ القديم. توفر مرافقها العمرانية من شوارع فسحة وفنادق ومنتجعات وأسواق قديمة وحديثة، كل المتع التي يرنو إليها السائح، وكل الخدمات التي تجعل من زيارته لها فرصة عمر مشحونة بالذكريات الجميلة، يحملها معه زاخرة بنفائس أسواقها ومنتجاتها وحرفها الشعبية التقليدية، من منسوجات ومفارش وحلي ذهبية وفضية ونحاسية جلدية وفخارية مزخرفة. هذا إلى ما يفسحه بحرها الصافي وشمسها المشرقة من متنفس للترويح ورياضة الجسد والنفس من خلال الرياضات البحرية والألعاب المائية والسباحة. من معالم طرابلس مدينة الأندلس السياحية والمدرج الروماني في صبراتة الأثرية القريبة من طرابلس، الذي تقام فيه العروض الفنية والموسيقية، وفيها قلعة أثرية قديمة السراي الحمراء في الجزء الغربي القديم من المدينة، وكانت في الأصل معبدا رومانيا. تضم طرابلس متاحف تحوي الكثير من الآثار، وللراغبين في إطلالة سياحية تاريخية على طرابلس، فهي كمعظم المدن على حوض المتوسط شهدت تعاقب الحضارات منذ الفينيقيين الذين قدموا إليها من مدينة صور اللبنانية قبل 600 عام من الميلاد. مدينة طرابلس القديمة بزخم هائل من المراحل التاريخية الهامة التي امتدت على مدى فصول من الدهر الطويل، منذ تأسيسها على أيدي الفينيقيين في القرن الثامن قبل الميلاد وإلى هذا العصر، وفيها شهدت على العديد من الأحداث والتغيرات. تعد المدينة القديمة في وسط طرابلس أحد أبرز أماكن الجذب السياحي فيها، وتعود الحركة النشطة فيها إلى تاريخ ليس بالقريب، وأبرز تلك المراحل كانت أثناء العهد العثماني والقرنمالي، حيث كانت طرابلس مركزا للتجارة العابرة للصحراء إلى البحر الأبيض المتوسط عبر ميناء المدينة. ولا تزال المباني المشيدة في تلك المرحلة، خاصة الفنادق القديمة، باقية ومستقطبة للزوار. فلأهل طرابلس عادة من البر تنسي الغريب الحميمة، حللت بها مكرها ثم إذا أقمت بها أبدل لها أميما. يا أهل